يلا بينا نجرب ديفز هوت تشيكن. يلا بينا. النهارده هنجرب التندرز والسلايدرز والماكن تشيز والفرايز وحاجات كتيره قوي. يلا بينا نبدا بالبطاطس. بطاطس متقدمه سخنه، البهارات اللي عليها مش اقوى حاجه، يعني ميكس بهارات مع بعض كده، واهم حاجه ان هي مش مزيته. يلا بينا نجرب التندرز، واحنا طلبناها بثلاث مستويات من السبايسي، مايلد وميديوم واكسترا هوت. يلا بينا نجرب المايلد الاول. التتبيله بتاعت الفراخ حلوه جدا، من بره كريسبي قوي ومن جوه تندر جدا، وحاسس بطعم زي يكون مسكره سنه، وفي نفس الوقت البهارات اللي فيها هي المفروض احنا طالبينها مايلد، بس هي البهارات اللي فيها حاسس ان هي فيها سنه سبايسي. يلا نجرب الميديوم. قطعه الفراخ كبيره جدا، شايفه عامله ازاي؟ بصراحه انا متحمسه اجرب. الدور الجاي دلوقتي. البهارات بجد مختلفه جدا هنا عن اي مكان تاني، الفراخ نظيفه جدا جدا جدا. الميديوم بالنسبه لي احلى من المايل. يلا بينا نجرب الاكسترا هوت. والاكسترا هوت ده والمفروض ان هو الليفل اللي قبل الاخير في الليفلات السبايسي اللي عندهم، ان هم عندهم 7 ليفلات من اول نو سبايسي لحد ريبر، واحنا قلنا نجرب نجيب الريبر، بس هم بصراحه قالوا لنا بلاش، ما ننصحش بحاجه شبه كده، فاحنا خفنا شويه فجبنا اللي قبل الريبر على طول اللي هو اكسترا هوت. بس لو عايزيننا نجربوه بقى عشان خاطركم، انا ممكن اجي على نفسي لو انتوا كتبتوا لي في الكومنتس واروح اجربه واصور لكم عامل ازاي. انا عن نفسي مش هجربه، جربه انت مع نفسك. يعني انا بس اللي هجرب لوحدي ولا ايه؟ جربه لا انت. معلش، هجرب انا وانت مع بعض. يلا بينا ندوق. انا مش شايفه نار طالعه من ودانك يعني. لو ده الاكسترا هوت، انا حاسس ان انا لو جربت الريبر مش هيحصل لي حاجه. يا سلام. بص البهارات عامله ازاي. جيبهم على وشك. لا لا. لا انا الاكسترا سبايسي ده او الاكسترا هوت ده بجد فظيع، السبايسي فيه جامد جدا. هو بصراحه لا ثواني كده، هو على فكره بيجي بالتدريج. انا بدات احس دلوقتي. ايوه السبايسينس بتاعت ديفز هوت تشيكن دي حاجه معروفه عنهم، بتيجي بالتدريج. يا جماعه لازم تطمنوا عليا بعد كده عشان أنا الموضوع بيزيد معايا جامد. ربنا يستر. السبايسز بتاعتهم بجد مش هتلاقوها في مكان تاني. انا جربت كذا فرايد تشيكن بجد هنا السبايسز مختلفه. الاكسترا هوت ده احسن واحد فيهم الصراحه، بس لو حد يقدر يستحمل السبايسز عشان ما حدش يقول ايه عمر قال. لا عمر ما قال. دوري جه اخيرا، هجرب الساندوتشز وهجرب الماكن تشيز. شكلها كريمي وفظيعه بجد، صوص فيها كتير قوي الصراحه، دي اكتر حاجه انا عجباني. يلا بسم الله. فقدت النطق دلوقتي. طعم الجبنه قوي بطريقه، في اول حاجه بتدوقها جبنه فظيعه، الصوص كتير 10 على 10 ونجمه. في الساندوتشز بقى هنبدا بالتدريج، مايلد وهوت واكسترا هوت. هبدا بالمايلد الاول. عند ديفز هوت تشيكن اسمه سلايدر مش ساندوتش. سلايدر بقى فيه قطعه فراخ كبيره جدا، وفيه كول سلو وفيه صوص ومخلل. ساندوتش تحفه، العيش طري جدا، الفراخ مقرمشه وطريه من جوه، وكمان في حاجه مسكره، انا حاسه ان هي جايه من مخلل، فالمخلل فيه سنه سكر كده بس جامده جدا بصراحه. يلا بينا نخش على الهوت. وهنا الساندوتش بدا شكله يبقى مرعب شويه، فربنا بيغمق شويه. يلا ندوق بقى الساندوتش الهوت. ساندوتش الهوت بعد دقيقه كده بدا الهوت يعلى جامد. انا لحد دلوقتي وانا بتكلم هو شغال برضه، عمال يزيد تدريجي. مكونات الساندوتش هي في كل الساندوتشز، قطعه فراخ ما بين 2 بانز، والعيش كمان طري جدا الصراحه، كول سلو ومخلل وصوص. اقوى حاجه هنجربها بقى النهارده اكسترا هوت ساندوتش. ربنا يستر. انا حسيته نزلتيه على طول كده. انا كنت عايز اجيب لك الريبر. بيخليه اسوأ، الميه بتخليه اسوأ. اصحاب القلوب الضعيفه. اكسترا هوت لا، امال لو ده الاكسترا هوت الريبر هيبقى عامل ازاي؟ دراكارس. مع الوقت عمال يزيد، انا حاسه ان انا صدعت ودخت كده شويه. الفرخه دي طلبت فراخ من هنا ريبر، عشان كده بتصوت بالمنظر ده. طبعا احنا بعد ما قعدنا نعاني مش عايزين نوريكم ايه اللي حصل فينا بعد الاكسترا هوت، احنا لازم نجرب السلاش بتاعه. واللي احنا جبناه النهارده بلو راسبيري ليمونيد زي ما شوس قالت لي بالظبط، عشان انا مش عارف احفظ اسمه. يلا بينا ندوق.
يحس ان انت بقيت اهدى. عارفه جمره من البركان، اه ورحت رمياها في القطب الشمالي. المكان ده ما ينفعش يقوم من غير السلاش الحلو ده. حطه فوق راسي، حطه فوق راسي والله. طعم الليمون فيه قوي، المزازه فيه حلوه قوي ومسكر مظبوط، وفي نفس الوقت قطع التلج اللي موجوده دي بجد ريفريشنج جدا. انت كل بقك بقى ازرق بسنانك بكله. يا لهوي. وبس كده، دي كانت تجربتنا في ديفز هوت تشيكن. لو حد حابب يجرب ياكل فرايد تشيكن طعمها مختلف عن اي مكان تاني لازم يجي هنا. النهارده كنا بنجرب الفرع الجديد في دبي فيستيفال سيتي، ده الفرع الرابع في دبي والسادس في الامارات. وبس كده، باي.